السلام عليكم. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وبمناسبة شهر رمضان الكريم جبت لكم نصيحة صغيرة يا ريت كلنا نستفاد منها. ازاي اخد حقي وفي نفس الوقت اكون شخص متسامح؟ يعني ايه متسامح؟ يعني ما اذيش حد. ازاي بقى اخد حقي وعمري ما اغلط في حد ولا اذي حد؟ اول حاجة، ما اخدش اي قرار في وقت عصبية، لان العصبية مش بتعمل اي حاجة غير انها بتجيب المشاكل. ثانيا، ان انا اكون متسامح مع نفسي داخليا، اقعد وهدي اعصابي واصفي نيتي وما اخدش اي قرار غير قرار صائب. التسامح، ان انا اتسامح مع نفسي، ده بيجيب لي ايه؟ ده بيجيب لي طاقة ايجابية، بيجيب لي افكار ايجابية، ان انا اقدر افكر واخد قرار ايجابي. تاني حاجة، اعرف ان الشخص اللي ضايقني ده او اذاني، شخص نصب عليا في فلوس، واحدة صاحبتي قالت عليا كلام وحش، واحد صاحبي في الشغل قال عليا كلام للمدير مثلا، اي موقف حصل في حياتي، سواء مع زوجي، مع اخويا، مع اختي، مع صاحبتي، في الشغل، في البيت، اي موقف حصل لي، اعرف ان الانسان اللي قدامي ده ربنا خلقه وكرمه. اكيد ربنا حباه نعمة العقل ونعمة الشكل، فربنا خلقه وكرمه. حاجة ايه انا يا انسان اللي زيه ان انا افكر ان انا اذيه؟ فعرفت خلاص ان ده انسان ربنا كرمه، فعمري ما هفكر اذيه. بعد كده، حاجة مهمة جدا لازم كلنا نعرفها، اعرف ان ده اختبار ليا من ربنا. يمكن ربنا حطني في الموقف ده علشان يختبرني، وغير كمان عشان يختبرني، عشان يكفر عن ذنوبي. حطني في موقف صعب، فلوس اتسرقت مني، حد نصب عليا فيها، حد قال عليا كلام، مثلا حد قال عليا كلام ضايقني، حد استفزني في موقف، ان انا اروح اذي الشخص اللي قدامي ده على طول كده وما اخدش اي قرار، وما اخدش اي قرار صحيح، اخد قرار خاطئ؟ لا. ربنا كرمني وكرم الانسان اللي اذاني ده. هو صح عامل فيا فعل اذاني، بس انا انسان مكرم وهو انسان مكرم. فانا لازم اعرف ان انا اختبار ليا من ربنا انا اتحطيت فيه، فلازم اسلم بكده. فانا سلمت ده ان ده اختبار ليا، وسلمت ان ده شخص مكرم، وتسامحت من جوايا وصفيت نيتي. في حاجة بقى مهمة جدا، في حاجة اسمها العفو. وربنا قال في كتابه الكريم: وإن تعفوا هو أقرب للتقوى. يعني إيه تعفو؟ يعني إيه تعفو؟ يعني إن أنا لما أشوف الإنسان اللي قدامي ده، أعرف إن أنا مش هأذيه، مش هقرب ليه بحاجة وحشة، مش هعمل فيه حاجة زي ما هو عمل فيا. إن أنا خلاص، دي معناها إن أنا تسامح. ممكن بقى يجي معاه، بس انا مش هتعامل معاه تاني، انا خلاص بقيت عفو عنه من جوايا. يعني لو شفته في الشارع مثلا، مش هفكر ان انا اضربه، مش هفكر ان انا ازعق له. لو هو شخص في حياتي وموجود في حياتي على طول، مش هفكر ان انا انتقم منه. لكن مش هتعامل معاه تاني في الموضوع ده. يعني ايه بقى سذاجه؟ ما ممكن العفو ده يتقلب بسذاجه، الناس بتقول عليه ده ساذج، ده بص، اي حد من في اي حاجه ما بيعملش حاجه. لا، السذاجة بقى ان انا الموقف يتكرر مرة واتنين وتلاتة واربعة، وكل مرة بقع في نفس الخطأ، ان انا برضو بيحصل لي وبصدق وبغلط نفس الغلطة. لا، المفروض انا دلوقتي عفيت عن الشخص ده، موقف وحصل لي، شخص نصب عليا او حد قال عليا كلام في الشغل او في بيتي او حد عمل فيا موقف، وانا عفيت وسكت وتسامحت وما عملتش اي حاجة. السذاجة بقى ان الموقف يتكرر ويحصل تاني واقع في نفس الخطأ تاني. لا، ان انا ما اكررش نفس خطأي تاني عشان ما ابقاش ساذج. اذا كنت عايز افكر اخد حقي بموقف اعمله، لازم افكر في موقف ايجابي. مش معنى ان حد قال عليا كلام وحش هروح اقول عليه كلام، لا. لازم افكر في موقف ايجابي، في موقف ايجابي، ان انا ممكن اروح اقوله لو حد قريب مني، اروح اقول له ما كانش يصح تقول عليا كده، انا احسن من كده. والله سمع ماشي، ما سمعش، انا عملت اللي عليا وريحت اعصابي ونفسي، وربنا قال: وان تعفوا اقرب للتقوى. يعني انا كده بقرب من ربنا. لما تسامح مع نفسي داخليا، انا قربت من ربنا، وربنا هينزل عليا من السماء الخير بتاعه والبركات اللي هي هتريحني وهتريح اعصابي الداخليه، وهتخليني ارضى بالموقف ده من غير ما اكون متضايقه او متضايق. عرفتوا؟ دي معلومة صغيرة قد كده هنبدأ بيها شهرنا الكريم. لازم أكون متسامح داخليا وأعفو عن أي شخص أساء إليا، علشان ربنا ينزل عليا من عنده من السما خير يعوضني عن كل اللي حصل لي في حياتي. وفي نفس الوقت ربنا هيعفو عن كل ذنوبي وسيئاتي بسبب الموقف اللي أنا اتحطيت فيه ده، بسبب الحالة العصبية اللي أنا جيت فيها دي،
يعني انا تسامحت وعافيت ورضيت، ممكن اعاتب الشخص وممكن ما اعاتبوش. لو حد قريب مني من حياتي مثلا اكيد هعاتبه لانه معايا وعايش في حياتي. لكن لو شخص بعيد عني، يعني زميلي في الشغل بس في بلد، او هو في بلد وانا في بلد مثلا وحصل موقف، خلاص خلاص انا هتسامح من جوايا. بس لو حصل وشفت الشخص ده مش هتكلم معاه باسلوب وحش ومش هفكر اذيه. فهو ده المغزى من الموضوع، ان انا لازم اتسامح واعفو عشان ربنا ينزل عليا بركات من السماء تحل عليا، تساعدني في ان انا اعيش حياتي بشكل احسن. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.